السلام عليكم يا الحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفات شرقيه ان شاء الله ينالوا اعجابكم. هنا بديتكم بلا سوب نتاع العدس، من بعدها درت لكم الفلافل مصريه من ايادي ناديه هذه الوصفه. وزيت لكم كبه سوريه معاها لبنه. ان شاء الله ينالوا اعجابكم. يعني الوصفات درتهم لكم بالتدريج كما راهم في الصور. هنا نبداو على بركة الله، نبداو مع لا سوب نتاع العدس. هنا واش خديت؟ عندنا حبة بصل، اوراق من الرند، فصاوص تاع الثوم، عندي طرف من الدجاج، عندي هنا الحشاوش اللي حبيتو. انا درت حشيش مقطفه، انتو عندكم كرافس، عندكم معدنوس، واش عندكم. عندي حبة تاع طماطم، وهنا العدس تاعي كنت غسلته وحطيته. هنا نمرق بارد في بارد، حطيت كلش على ضربة. هنا كما قلت لكم حنمرق بارد في بارد، والطيب بنينه كي العسل. ان شاء الله تنال اعجابكم، جربوها وما تندموش. يعني لا سوب تاع العدس ما فيهاش حاجه كبيره. ما عندكمش طرف تاع الدجاج تقدروا ما ديروش الدجاج وتجي بنينه. العدس بنين اصلا بلا دجاج. هنا حطيت الملح، ملعقه تاع الملح. عندنا كمون. هنا الكمون واش نسحقوا؟ كمون، فلفل كحل، نسحقوا زنجبيل، ونسحقوا البابريكا. واش حبيتو نتوما، يعني توابل اللي حبيتو. انا هادو هما توابل اللي درتهم، توابل نتاع الثوم. انا الزنجبيل كما قلت لكم، ونديروا الزيت ونحطوه يطيب، غير يطيب انا نروحو نرحيوه. الزيت على حسب الرغبه. هنا كما كنت لاحظوا بعد ما طاب العدس نتاعي، نحو هذاك الطرف تاع الدجاج ونحو هذاك الاوراق نتاع الرند. تولا عندكم الزعتره تحبوا ديروا الزعتره، انا ما درتش. ونرحو العدس نتاعنا، نرحوه. هاو هنايا العدس تاعنا واجد. هذاك الطرف تاع الدجاج فتتو ورميتو في لاصوب نتاعنا. وهنا لاصوب هي واجده. هنا ننتقلوا للعجه المصريه. هنا انا ما درتها لكمش بالتفصيل، اللي يحب الوصفه بالتفصيل يصيبها عند يوميات ناديه في مصر. راح نخلي لكم رابط قناتها في صندوق الوصف، ان شاء الله تنال اعجابكم. يعني انا صدقوني اول مره نجربها وفيلميتها معاكم، وولادي ماتوا عليها كامل، عجبتهم. هنا واش تحقينا؟ حبه بصل، فصاوص تاع الثوم، هنا اوراق نتاع حشيش مقطفه، وعندنا هنايا الفول مدشش. فول مدشش انايا شمختو ليله كامله وحطيته مع البصل والحشيش. ودوك لي زيبيس واش نسحقو؟ كيف نسحقو لي زيبيس نتاع اللي يحبهم الثوم. نسحقو كيما الكمون، فلفل الكحل، زنجبيل، بابريكا. يعني هادو لي زيبيس اللي يحبهم الثوم. هادو هما لي زيبيس اللي درتهم، وبيان سور نملحو على حسب الرغبه. ونرحو كلش. هنا فصاوص تاع الثوم هذا وين حطيتهم انا. ونرحو كلش ونروحو نقلوها مباشره. هناني ملحت كمون، فلفل كحل، هنا بابريكا تحبوها حاره ولا ماشي حاره، يعني فلفل دريس ولا فلفل عكري. ونرحو كلش، قلت لكم مباشره نروحو نقليوها. هنا بعد ما ترحى كلش، يعني ما حاش نمد لكم فيديو في التفصيل. قلت لكم اللي يحب الوصفه بالضبط يروح لقناه يوميات ناديه في مصر، راح يصيب الوصفه لتما. هنا نفرغ الخليط نتاعي، قلت لكم مباشره نروح نقليه. يعني حنفرغه باش يجيني سهل في الاستعمال، نحيه من الروبو. هنا انايا درتو صبيعات بين يديا، يعني ها كما كنت لاحظوا درتو صبيعات وقليتو. الزيت ما يكونش بزاف طالع، الزيت قسمه يتغطى نص الحبه هكذايا. ونقليو. يعني وصفه جد رائعه بزاف بنينه، ان شاء الله تنال اعجابكم. وهي كانت تدير بالملعقه وتحط. يعني وصفه جد سهله وبسيطه وزيد بنينه واقتصاديه وتانيك بنينه وصحيه في نفس الوقت.
هنا شوفوا لاحظوا درتهم صبيعات ومن بعد قليتهم. انا كملت كامل الكميه، قليت كامل الكميه نتاعي اللي عندي ورحت نوريكم كيفاش درت الكبه السوريه. هنا قطعت البصل نتاعي، قطعته رقيق وجيت قليته في الزيت، شويه زيت، نديرله شويه فلفل الكحل، ونقلي نقلي الفيونداشي تاعي. هنا الفيونداشي ما سحقيتش بزاف، انا درت كونتيتي صغيره، يعني واحد 200 غرام نتاع الفيونداشي باش نحشي الكبه تاعي. قلت لكم فلفل الكحل، الملح، شويه زيت، وهنا البصل نقليه مليح، ومن بعد نضيف له هذوك 200 غرام تاع الفيونداشي. هنا ما احتاجتش بزاف، نتو على حسب افراد العائله، يعني ما درتش بزاف. هنا نجي نرمي هذاك الفيونداشي تاعي ونخليه يطيب. بعد ما يطيب نضيف له كميه قليله نتاع الجوز. هنا نجوزو للكبه كما راكم تلاحظوا، حطيت حبه بصل، حطيت واحد 200 غرام تاع اللحم المفروم الفيونداشي، وهنا عندي البرغل واحد 400 غرام كنت شمخته من قبل واحد ساعه ولا زوج سوايع وخليته يتشمخ. ودوقا كي تنفخ لي حنا نرحي كلش. هنا انا سيت نرحيهم في الروبو لكن جاتني صعيبه، لازم لكم اشواخ تاع لا فيوند، لا شواخ تاع اللحم هذاك يكون سبيسيال. يعني انا جبت عاودت على سعدي، شوفوا كيما راكم تشوفوا درتهم هنايا، عاودت حطيتهم في البيتران في لاشواخ. هنا درت لي زيبيس، فلفل الكحل، كمون كيف كيف، بابريكا، زنجبيل، الملح. هنا كيما راكم تلاحظوا بديت نرحي، كي جاتني صعيبه عاودت بدلت فلاشواخ. فلاشواخ احسن ويرحيها لك رطبه. هنا انا قلت بالك نسهل على روحي المهمه، درت خدمه لعمري. هنا هاني بدلت ورحيت كلش فلاشواخ، جوزت كلش، ومن بعد ما رحيت كلش نجوزو نعجنو هذيك لاباط اللي تحصلنا عليها، العجينه اللي تحصلنا عليها. انا هنايا رحيت كلش، وبزاف صدقوني كيف كيف حتى الكبه بزاف بنينه، كامل عجبتنا في البيت. ان شاء الله نتوما تجربوها وتعجبكم. هاي كيفاش كانت تترحى. هنا بعد ما رحيت كلش مزيه سلكني يعني الاخر. هنا بعد ما رحيت كيما راكم تلاحظوا نجي نعجنها مليح، نعجنها باش يتجانسوا كامل المكونات يتخلطوا فيما بعضهم، ومن بعد نفورميوهم، نديرو دي بول دويرات هكذايا، نوجدوهم باش يجونا سهلين باش نحشوهم. هاي لك هنا هذاك الفيونداشي زدنا لهم شويه نتاع المكسرات. نتو واش عندكم كاوكاو، عندكم لوز، عندكم جوز، عندكم واش عندكم. انا كان عندي شويه جوز مكسر ضفته له باش نحشي، وصدقوني الوصفه بزاف بنينه. ها كيما راكم تشوفوا انا العجينه نتاع الكبه هاي اللي درتها دوائر باش تجيني سهله في الحشو. وكيما راكم تشوفوا هذاك تبيسي هذاك فيه الماء مع المايزينا باش يسهل عمليه الحشو. ناخذوا هكذا في الاصبع كل باش نسهلوا الخدمه، توجور نسمخوا صبعتينا بالماء والمايزينا. ها ونفورميو او ميم طون ماناش نديرو لازم الجدار هذاك نتاع الحبه يكون رقيق وحده يتفورما بالاصبع، نشمخوه هو اللي يفورمي لنا الحبه، ماشي انا نعبزو، هو يفورمي لنا، حنا ندورو برك بيدينا والحبه راهي تتفورما. بيان سور قلت لكم الجدار نتاع الحبه تاع الكبه يكون رقيق باش تجيكم بنينه. انا نكملهم كامل كما راكم تلاحظوا، ومن بعد نغلقوها. كي نحشوها بالحشو تاع الفيونداشي نجربوا نغلقوها، وين نصيبوا تشققات بهذاك الماء نسيو نغلقوها. اذا صبنا كالشق ولا هكذا في الحبه بهذاك الماء مع المايزينا نسيو نغلقوها، هو يساعدنا باش نغلقوا الحبه.
ومن بعد ما نفورميو كامل الحبات ناخدو منديل مندي. هذاك المنديل يكون مندي ماشي مشمخ، علاش؟ باش الحبات تاوعنا ما ييبسوش، ما يضربهمش الهواء، على خاطر كي يضربهم الهواء راح ييبسوا من الفوق، يديروا قوقعه من الفوق ييبسوا لنا. حنا ماذا بينا يقعدوا منديين ماشي مشمخين، هذاك المنديل ما يكونش مشمخ، يكون غير مندي برك. ومن بعد باش نجيو نقلوهم كيما راكم تلاحظوا. شوفوا كيفاش راني نفورمي في الحبه هاي ليك. يعني لا فورم اللي تحبوها الصح في الذوق، يكذب عليكم بزاف بنينه، وجربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. هنا حندير حبه واحده اخرى، ها بالاستعانه بالاصبع وهذاك الماء والمايزينا هما اللي يعاونوني باش نفورمي الحبه تاعي. يعني طريقه جد سهله وبسيطه، ما راحش تعييكم كامل. نوجدوا كامل الحبات تاوعنا باش نروحوا نقلوهم، ماشي نخدموا نقلو هكذا، باش تكون طريقه جد سهله كيما راكم تشوفوا هكذا نفورميوهم. انتو اذا ما عندكمش حطوا فنجال، ولا ما عرفتوش تفورميوه، ولا حطوا فنجال حطوا فيه الفيلم ترانسبارون وفورميو شغل على حسب هذاك الفنجال تاع القهوه. فورميو هذيك الحبه تاعكم ومن بعد غلقوها، راح يجيكم كامل الحبات كيف كيف. والصح يقعد لكم في البنه، ماشي لازم الشكل. بيان سور الشكل يلعب دور كبير، لكن اذا حبيتوا تبدلوهم لا فورم ماشي ملزومين باش تشدوا هذه لا فورم. من بعد قلت لكم نروحوا نقلوهم كيما راكم تلاحظوا. هنايا انا الزيت هنا بعد ما سخن مليح، كي سخن لي الزيت مليح انا جيت نقليهم، وناخذوا هذه لاغريل باش نقلو بها هذه السله تاع الزيت تاع المقله ونقلو بها. وما نحركوش الحبات تاعنا حتى يشدوا روحهم باش ما يطيحولناش في المقله. كي يشدوا روحهم باش نجو نحركوهم شويه، نجو هذه لاغريل نجوزوها نحركوها شويه كيما راكم تلاحظوا، نحركوها شويه باش يتقلبوا هكا ويتحمروا كامل مع بعض. هنايا كيما راكم تلاحظوا هنا متقلاو. ان شاء الله ينالوا اعجابكم. انا نقليهم كامل نكملهم ونعاود نوريهمكم في صحن التقديم. وندورو نجوزو هنايا للبنه. اللبنه جد سهله، عندكم حليب رابلكم. واش نديرو؟ رايحين نصفيوه من هذاك الماء ديالو. بعد ما راب نصفوه من الماء كيما انا خديت هنايا عندكم طرف قماش ولا واش عندكم هكذا، المهم حاجه اللي تصفي لكم وما تحبط لكمش هذاك الفرomاج ديال تاعها. هنا نجو ناخذوا البغا ميكسور ونرحوها حتى نحسوا هذيك اللبنه تاعنا ولات رطبه كيما البتي سويس. كي تولي رطبه التما اللبنه تاعنا واجده، ونقدموها مع زيت زيتون وبابريكا. وان شاء الله تنال اعجابكم. يعني طريقه جد جد سهله، وصفات جد بسيطه، ان شاء الله ينالوا اعجابكم. وهنا وصفاتنا خلاصوا، ان شاء الله ينالوا اعجابكم. ونتلاقاو في صحن التقديم، جربوهم وما راحش تندموا.